المسيحيين المحترمين اللي عندهم الله محبه، اللي عندهم احبوا اعداءكم، اللي عندهم باركوا لعينيكم، راحوا مركبين لي الصوره دي. انا اسف طبعا ان انا بعرضها، انا مغطي جزء يعني، طبعا هي واضح يعني ان الصوره اصلا متركبه، يعني انتوا حتى في التركيب مش عارفين تعملوها صح. عليها كام لايك متخيلين بقى؟ 2400 لايك. وانا حابب ان انا اقول من هذا المنبر اهلا بيكم. عرفتوا مين اللي كان كده يا فندم؟ بالظبط اللي انتوا حاطينهولي اتحط على الهكم بالظبط، عريان تماما على الصليب، يا دوب حته قماشه وعليها خلاف اذا كانت القماشه دي موجوده ولا لا، وصباح الفل ادي الاله بتاعكم اهو. ودي على فكره الصوره دي من موقع الانبا تاكلك كذاب، فبدل ما كنتوا تيجوا تغلطوا فيا ولا تعملوا لي صوره تركيب هايفه زيكم، هو ده الرد بتاعكم. ادي صوره الهك اهو. ايه رايك؟ ايه رايك يا مسيحي في الكلام ده؟ دي صوره الهك يا فندم. يا ابني انتوا ما بتتكسفوش؟ انتوا مش بتتكسفوا لما بتيجوا تقولوا معاذ العريان؟ مش بتحسوا بحرج؟ الهك كان على الصليب ملط، يا دوب حاطط حته قماشه يا راجل، ده الحته بتاعت الحوض باينه. ايه ده؟ انا عارف ان دي صوره حقيقيه مش حقيقيه، بس ده تخيلهم للاله. من ضمن الاهانات اللي عملوها للاله ان هم يحطوه بلبوص. النص بيقول فعروه والبسوه رداء قرمزان حتى قبل الصلب كمان، واكيد يعني مش قصدهم يعروه يبقى لابس، انا اسف يعني غيار داخلي يعني مش فبدل ما تيجوا تقولوا عريان ومش، يا ولا عيب يا ولا، الهك نفسه كان عريان. اولا دي صوره حقيقيه بالنسبه لكم، يعني انت بالنسبه لك دي لو في البيت هتقف تصلي لها. انتوا متخيلين